انا قدام برج الخليفه وده ورا نجوم دبي. عارفين لو هم مبهور الفيو من هنا فشيخ. في حاجه مضايقاني كده، مش حد عارفني هنا. زي ما انتم شايفين في ورايا فشار سناكس فوق بقى فوق لما جوع. المفروض ارجع مصر النهارده، بس انا قررت اقعد 3 ايام تانيين مع صاحبي وصديقي عجمي اللي ممكن يكون فيه ناس كتير قوي عارفينه، و مستنيه ينزل لي. صباح الخير، صباح النور، صباح السكر على البنور. انا وصلت بيت صديقي عجمي و مستنيه ينزل لي. هتفضلوا مستنيين معايا. اوه صاحبي الاماراتي وصل. افضل دول مصر. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ والله لسه انا مش مصدق ان انت هنا اصلا. انت حقيقي يا اسطى ولا؟ حاسسني غريب على الفريم ده. اصلا انت غريب على المكان. ليه يعني؟ يعني مش عارف، مش متعود ان انا اشوفك هنا. تعودوا عليا بقى يا جماعه. انت عايش في فندق؟ يلا عجبك حاجه على قد، خلي بالك. ايه؟ انا عندي فيلا هنا. انت عندك فيلا هنا دي؟ يا باشا. انت مأجر؟ مأجر. ادي نصيحة للناس اللي عايزة تيجي. لا مش مش تقعد لوحدك. الدنيا زحمه بس. بيت اخوك. طب انا كنت قاعد في فندق جامد قوي. هنا مش بنقفل الشباك بمفتاح. ليه؟ بص احنا جينا وبص يا باشا، دبي امان. يعني ممكن اعمل كده في اي بيئة هنا؟ عادي تخش اهو. في واحد صاحبي دخل على حد بالغلط طب يا جماعة انا هقوم باك وهفطر كده، اخلص شوية حاجات على اللابتوب وهشوف هنعمل ايه وارجع لكم تاني. خلصت الشغل اللي عليا، دلوقتي نزلنا رايحين مرسى برج العرب اللي هو المبنى المشهور شبه حرف الدي. شبه حرف الدي. رايحين بقى ناكل عشان انا هموت من الجوع، وهناكل من سولت. ناس كتير قوي قالت لي على سولت في دبي فاجر، فمتحمس عشان انا هموت من الجوع. رجعنا تاني لستايل التصوير القديم الحمد لله. نرجع بقى نقرا ريفيوز زي زمان. احنا دلوقتي قدام مرسى العرب، برج مرسى العرب. هنروح مرسى العرب ووك ناكل. فمرسى العرب ووك واخد ريتنج 4.6 والناس بتقول ان هو very peaceful and calm place, plenty of parking and no fee required. ده حقيقي، احنا فعلا ما دفعناش اي فلوس في الباركينج. Number of restaurants here and the most interesting thing is air conditioned walkway. You can sit outside and walk around without feeling hot. جامد. هو كده الجو حلو، بس لذيذ ان يبقى فيه برضه تكييف. يلا بينا. زي ما انتم شايفين ده اتسمى مرسى العرب عشان فيه مرسى يخوت. المعلومة دي سريعة من عجمي. تفتكر قد ايه هيبقى عندي يخت هنا؟ لو جيت دبي هتعملها في سنتين. طبعا شكلها حلو. انا اصلا اول مره اشوفها زحمه قوي كده عشان الاجازه. سولت I'm finally going to eat. واخد ريتنج 4.4. ايه الريفيوز الكتيرة دي؟ انا رايح الريفيو بتاع عجمي قال ان هو جامد. ايه بقى؟ في ترافل بيف سلايدر. ده كام واحد؟ دول 2 بس صغيرين. وفي ترافل بيف سلايدر دبل، بيبقى دبل ميت يعني اللحمه نفسها دبل. وفي حاجه تانية الاوريجينال ده تمام. ده يا باشا رقم، ده الكود بتاعه. ده ليه عايز تتغدى بمرتبي؟ مش مرتبي بصراحه يعني، بس ده قد ايه يعني؟ مثلا 80 درهم ده يعني حوالي 1200 جنيه تقريبا. بس والله هيعجبك فشخ يا عم. مش عايز يعني. هنجيب اوريجينال تشيكن سلايدر، وهنجيب مشروم ترافل بيف سلايدر. عامه القعده جميله فشخ. بس انا في مراسي دبي كلها اصلا. ايوه عشان ما تحسش ان انت في غربه. دي ميزه يعني، عشان كده متضاف على انا اصلا بحس ان انا في غربه في المراسي. دبي كلها اصلا تحسها مراسي كبيره كده او ووتر واي كبيره يعني. بصوا الفيو. ماشي. الاكل جه، ريحته بصراحه فشيخه. دفعنا 99 درهم. ده يعني قد ايه مصري؟ 1300. 1300. ده ايه ده؟ ساندوتش ايه ده؟ ترافل برجر. فشيخ. ده الاوريجينال تشيكن. بس الفراخ كريسبي قوي، والفراخ نفسها مش كبيره يعني. الكريسب اكبر منها بكتير. فالساندوتش طعمه طعميه مقليه كده. لا ده مش قوي يعني. ده تحفه. تدوق انت وتقول لي رايك؟ انا عارف اوريدي. طب انت ايه رايك؟ انا متسجل في الهول اوف فيم يعني. ده اكتر اكله انا كررتها في الامارات تقريبا. جامد. فاجر. هو فاجر فعلا. كل مره بيبقى افضل من المره اللي قبلها. الفرايز تناديني. احنا جبنا فرايز يا جماعه عشان بس ايه نسينا نقول. راح جايبها وجاي.
ترافل فرايز، هي شكلها اصلا يعني قليل ادب. حلوه قوي، حلوه كمان بتاع الاخضر عليها، بس الاكل احجامه صغيره يعني. انت بتاكل حاجه طعمها حلو قوي بس ينفع للناس اللي عامله تكميم. فاينل ريت لسولت برجر ترافل فشيخ تحفه، التشيكن مش قد كده، ترافل فرايز تحفه بس مشكلته البورشنز صغيره. اديله مثلا 8 اوت اوف 10. 8 اوت اوف 10 حرام عليك. ممكن 8 اند هاف مثلا، بس علشان يعني اكله لو انا مش جعان قوي فاهم، بس ما كلوش كده، ما يبقاش غدايه كده النهار، ممكن يبقى عشاء بالليل مثلا، او ممكن اجيب بقى حاجه كبيره. ميد نايت كريفنج بالظبط، ميد نايت كريفنج. ممكن اجيب بقى برجر كبير بقى كده، رق طماطم رق خس، واقعد بقى. الريت بتاعي بقى 11 اوت اوف 10. 100 اوت اوف 10. ماشي. فاينل ريتنج للممشى عامه، الممشى لذيذ قوي، اجواء هاديه، اكل حلو، مراكب غاليه. انا مش عارف، انا ممكن المبنى ده مش بيتدخل، مفيش فيه مول او حاجه. فندق تقريبا. ما علينا. 10 اوت اوف 10. 10 اوت اوف 10. متاكد؟ هو ممكن بس الممشى صغير يعني، او قصير شويه، ما فيهوش حاجات كتيره غير كده، تحفه. ماشي. واحنا بنتمشى كده لقينا شاطئ عمالين بيعملوا فيه بروبوزلز وحاجات، قلت اخش اشوف ده ايه، لقيته اسمه شاطئ جوميرا، واخد ريتنج 4.5 على جوجل. تعال نشوف، في 5 بيتقدموا هنا، ده حد بيتقدم بجد. هلو، how can I make my proposal here? How much and how do I reserve? Okay. And what are the prices? What are the prices? Which one you select so they can It depends on the decoration? Yeah. Okay. And it's available all the night? Yeah. Okay. Thank you. اداني انستجرام بتاع المكان اهو، لو عايز تعمل رومانتك دينر على البحر، شاطئ جميرة، واداني برضو رقمه لو حبيت اكلمه احجز. فجامد، ممكن حد يعمل بروبوزل هنا بالفيو ده، اعتقد هيبقى مميز يعني. تعرف ان انا ما عملتش بروبوزل؟ مين اصلا بيعمل بروبوزل؟ انا لحد دلوقتي ساجي فشخاني على حوار البروبوزل. يعني انت كنت عايز ما اعرفش تقول انت ازاي تجوزني من غير بروبوزل. لا احنا مش في نيويورك يا ساجي. بالظبط. ايه ده في ناس كتير قاعده هنا. طب هو ده شاطئ مفتوح يعني؟ هو ده مش بجد نايت صح؟ بيتش، المفروض نايت بيتش بيبقى فيه زي اضاءات وبتاع، بس هو الناس هنا بتحب تقعد يعني. بس انا اصلا حاسه مش اجمد بيتش عشان بتاع اللي هي الحاجات اللي هناك دي. طب هل الناس اصلا ممكن تنزل هنا الميه الصبح مثلا؟ عادي انزل في اي وقت. اي وقت. طب ده حلو، ده شكله فاضي ورمله حلوه جامد ده. تعال نشوف الميه هناك ولا بعيد؟ لا بعيد فيكس. ازيكم؟ انا كنت عايز اشرب حاجه، لقيت عجمي جايبني هنا في مطعم ومقهى هاشتاغ، واخد ريتنج 4.2، والناس بتقول ان الاستقبال كان حلو، المكان ما شاء الله كبير، فيه قسمين لمدخنين وغير مدخنين. انصح بزباره المكان. هنخش المكان دلوقتي. المكان فاضي ليه؟ دي القاعة اللي ما فيهاش دخان، اللي هو قاعة العائلات، ممكن نقعد فيه اوت دور بره. ماشي يا جماعه. وانا داخل المكان حصلت صدفه من احلى الصدف اللي ممكن تحصل لاي حد. قابلت صديق طفولتي نزير. ازيك؟ خلود عامل ايه؟ مش مصدق نفسه والله. نزير يا جماعه كان معايا في الفصل في المدرسه زمان. خالد كان الاول على الفصل بالمناسبه. لا مش للدرجه كان دي، هو اللي بيصلي بينا وكان كنت التاني. كمل. كان هو القدوه بتاعتنا كلنا، كان اقوى واحد فينا. لا قول اقول الصراحه. بامانه؟ اه. اقفل الكاميرا. لا والله خلود يعني انا اقسم بالله ما مصدق نفسي، لان انا اصلا امبارح قابلت واحد صاحبي شغال في الايفنت اللي انت كنت بتحضره، قلت له على فكره انتوا معاكم واحد صاحبي وانا عايز اشوفه، حاول تجيب لي تذكره للايفنت. بعد كده قلت خلاص الايفنت خلص وهو مشي. النهارده قاعد في قهوه عادي جدا، فجاه كنت بحكي لاصحابي الصبح على خالد، قالوا لي على فكره صاحبك ورا. قلت له صاحبي مين؟ فببص لقيت خالد، مش مصدق نفسي يعني. هو الحمد لله ان انا قابلته. صدفه بجد احنا بقالنا كام؟ جميله. 7 سنين ما شفناش. نزير زي ما هو الحمد لله. نزير يا جماعه بجد كان من عارفين الفاني جاي اللي في المدرسه، هو كان الفاني جاي في الفصل يعني، الشخص اللي هو الكوميدي اللي بيضحك. فكره ان هو طلع اصلا عارف فيديوهاتي وبيتفرج عليا وكده، دي شهاده يعني اللي هو يا خالد انت مشهور جدا على فكره بجد. انا اصحابي كلهم عارفينك ما شاء الله يعني. طب انت ايه الدنيا هنا؟ انت قاعد هنا بقالك قد ايه؟ انا بقالي 2 سنين. وانا في طبيعه يعني مجال الشغل بتاعي الصراحه كان احسن ان انا ادور على حاجه ريجونال. يعني الشغل في مصر كويس جدا، بس ان انا اخد اكسبوجر على الريجن بقى. بدله. ايوه صح. جيت هنا من 2 سنين والدنيا حلوه يعني الصراحه. يمكن مبسوط هنا؟ مبسوط جدا الحمد لله. تخنت كتير جدا بسبب الاكل. انا كنت عايز اقول لك كده بس ما رضيتش. باين عليا.
طب انا اتخنت ولا خسيت ولا ايه الفرق؟ لا تخيل زي ما انت انا ما اتغيرتش يعني كلمه تكبر تحلى. ربنا يخليك يا نزير. غلط يا جماعه بنهزر. طب المكان ده ايه؟ والله المكان ده موقع هاشتاج يعني احتواني جدا اول ما جيت، لان انا متعود على بحب قعده القهوه جدا. ولما جيت هنا لقيت الاماكن كلها فانسي وحاجات. دبي معدي بالصدفه لقيته، انا مش مصدق نفسي. وده شيشه قهوه مصريين. انا برضه دخلت اتصدمت لقيت طاوله وحركات وبتاع. احنا كأننا عادي قاعدين في مصر، ممكن نرجع نقعد في العجوزه مثلا. ماشي يا نزير، انا انبسطت جدا يا حبيبي وانا اكتر والله. طب تنصحني اطلب ايه هنا بقى؟ الاكل حلو، قهوه عليها اكل حلو، دي كانت حاجه كويسه برضو. افوكادو حلو جدا. ممكن الشاي، عشان انا هنا ما بشربش شاي كتير، فلما الاقي حد شاي والست بتسالني كشري بالانجليزي ما صدقتش نفسي. الشاي ده حاجه تحفه يعني. بس هناخد الريكومنديشنز دي وهننفذها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير بالظبط، وسبسكرايب وفعلوا زر كان نفسك تقول الجمله دي صح؟ طيب دلوقتي هندوق الافوكاتو. افوكاتو ايه؟ هندوق بتاع ده اللي شبه الماتشا، هندوق بتاع ده اللي اوريدي اتشرب نصه اصلا. بص هو حلو بس حاسس ان انا دقت احسن، يعني لذيذ مش وحش. هو ده بالعسل بس هو تلاقيه خفيف شويه، ممكن يكون بسبب كده فعلا. عامة قشطة لذيذ، المكان برضو لذيذ مش وحش. حاسس ان انا في قهوة عادي، قهوة مصرية. مش عارف ليه عجمي بيجيبني حتت مصرية. لما دخلت اصلا لقيت دومنة ولقيت واحد صاحبي من المدرسة طب انت مصر وحشاك؟ انا مالي، انا راجع مصر كمان يومين. لسه لما تروح بقى كشري ابو طارق بقى والتحرير بعديها نروح كشري ابو طارق صح؟ بعدين نطلع نشرب قصب بقى صح؟ جايبني قهوه وطالب لي شاي. لا اله الا الله. هو حلو وكل حاجه بس انا عايز اشوف حاجه جديده بقى. انا جاي هنا عشان اشوف حاجه جديده. مكان جميل، انصح بيه كل المصريين اللي قاعدين هنا حاسين بالوحده والغربه، بس مش ليا خالص يعني. بالنسبه لي يعني 5 من 10 مثلا. بالنسبه لعجمي اكيد ده افشل حاجه ممكن يروحها يعني. دلوقتي احنا رايحين دبي هيلز مول. اول مول يا جماعه روحوا من ساعه ما جيت دبي. مول حبيبي. يلا حبيبي تعالى. تعرف وين سفورة؟ وين سفورة؟ وين سفورة؟ الطابق الأول. الطابق الأول. مول لذيذ عامة. اللي هناك ده ميني سو. ده مومو سو، ده الفيرجن بتاع ميني سو هنا. اظن هنا برضو في ميني سو بس ده مومو سو برضو مشهور. طيب احنا دلوقتي في ميشن ان احنا نجيب هديه لساجي الادفنت كالندر لعيد ميلادها من سيفورا. ماشي، فدلوقتي هنروح سيفورا. فين سيفورا؟ شايف كده اهو. ماشي الطريق يلا ده. بينا. فاينلي. انت حظك ان سيفورا فاضي بجد وبيبقى زحمه في العادي. ده يعني انت مش هتعرف تخش اصلا. فكرة الشوبينج جاست جيرلي ثينجز. هنقعد بقى 2 رجاله داخلين يجيبوا حاجه من سيفورا يعني حاجه بص يعني. قمه بمساعدة جانا قدرت ان انا اختار لساجي هديه وجبت لها سيفورا فيفوريت. برضو بوكس لذيذ قوي، شكله حلو، شكله كيوت في الحاجات دي. فا اكسايتد. ايه رايك؟ حلو صح؟ شكله جامد. هو شكله جامد بس مش عارف هو فيه ايه. جاست جيلي ثينجز. بس انا مبسوط قوي بالبتاعه دي. يعني دي كده مش هديه ساجي بتاعت عيد ميلادها، بس دي كده حاجه ايه يعني، تصبيره قبل ما احوش للهديه. ارفع فوق شويه. فوق ايوه، فوق راسك. بعد يوم شوك من الشوبينج من الصبح على رجلي، حاسس ان انا عايز اقعد بقى في حته كده واشرب حاجه، فقررنا نقعد في تيم هورتونز. بقول لك ايه، طب في فرع تاني اكبر وشكله احلى قدامه نافوره. قدامه نافوره بتبيع لي الفرع يعني. بعيد طب انا مش قادر يعني 5 دقايق مشي كده. يلا بينا تعالى هجيبك. يا جماعه انا لقيت حد هنا عارفني اهو. ايوه. اسمك ايه؟ نجم طبعا. وائل. انا كده خلاص انا تمام. انت نجم من بدري انا يعني. تمام كده خلاص، انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا. هو الراجل ده وائل. حبيبي. فرق ايه بقى؟ فرق ايه؟ انت ولا اي حاجه. طعمه مش شايف ده لونه اسود، التاني لونه احمر. انا بحب اللون الاسود. ماشي. عجمي طلب لي حاجه هو هنا بيحبها، اسمها ايه؟ فرنش فانيلا. فرنش فانيلا. فرنش فانيلا. فرنش فانيلا. هي ريحتها اصلا، عارف ريحتها ايه؟ ريحتها بانكيكس. ريحتها خميره فرن كده، حاجه مخبوزه، ريحتها حاجه مخبوزه. طب اشرب كده بس، هو بس تتلسع، هيبقى سخن فشخ. ايوه والله حلوه.
حلوه بس ما فيهاش قهوه قوي، بس تقريبا ده عشان ده لاتيه يعني، القهوه اللاتيه ما فيهاش قهوه. بس هو ما تحسوش ان هو انا بس مش الطعم بتاعه اجريسيف يعني، تحس ان هو خفيف كده وحلو. انا في حاجه بس مش عايز اظلم البتاع ده. ميه سيكا ماي ماسيكا او ممكن يعني، هو مديني احساس ان هو الكيس اللي هو بيتعمل ده. ممكن شويه، بس طعم الفانيلا نفسها حلو يعني. لا كيس برضه. صح؟ هو خفيف على فكره، هو خفيف فشخ. طب روح قول لها تعمله. اتخانق معاه ولا اتخانق معاه بالانجليزي؟ بالظبط. ممكن اروح انا اتخانق عادي. دوق كده. قلت لها ايه طيب بالانجليزي؟ خليتها تزود فانيليا. قلت لها there is hair in my drink. يعني الطعم زاد شويه، هو بس سخن، انت سيبه يرتاح شويه يهدى شويه يرتاح عشان هو بس سيبه يرتاح بس جاي من مشوار صعب وعامل نفسه فيلم مكفيه فاهم. ده لذيذ. تمام. ايه رايك في الاجواء والفايبس وكرسي قصر الكبابجي؟ قصر الكبابجي ده خلينا نبدا بالمول بعد كده. المول عادي يعني، كأننا نزلنا مول العرب، مول مصر. طبعا باستثناء البراندات الكتير اللي مش موجوده زي الباشا ده والقهوه دي. في حاجات كتير الواحد متحمس يشتري منها بقى ويجربها وكده. ده اللير الزياده يعني. فده المول وبيقفل بدري، بس اعتقد برضه في مصر بيقفل بدري، بس لذيذ يعني، مول لذيذ. تديله كام المول ده؟ لا 10 اوت اوف 10 يعني. هو مول فيه كل حاجه تمام، مول نضيف واسع كبير. انت لحد دلوقتي طيب شايف دبي عامله ازاي؟ فيتشرستك، مبهور فشخ بالمعمار. لا دبي لذيذه، مبسوط. المول شكله مرعب قوي وهو فاضي. جرب كده الصودا صوت. لا تعال نطلع من هنا كده نجرب زوم بتاع الموبايل الجديد. ماشي. احنا دلوقتي بالليل جعانين، عايزين ناكل حاجه خفيفه، فروحنا مطعم اسمه روابي الشام، مطعم وملحمه، واخد ريتنج 4.1. الناس بتقول ان هو overall the food was very good and arrived fairly quickly after ordering. The food was excellent just as expected. احنا جايين ناكل شاورما كده شيش، فالموضوع شكله لذيذ. حاجه في الرينج يعني. الشارع ده شكله حلو قوي اصلا. يلا بينا. يلا بينا. لا المنيو طويلة قوي عجب. محتاجه تتذاكر دي. ده كتير قوي. شاورما لحمة عربي، شاورما دجاج عربي. اتكلم كده ليه؟ هموت وانا اطيب شيء عندنا نحن. تمام. هلا نحن هدول مناسف عندنا، فيك توصي قبل اليوم. ماشي. كواريك والقصص، بدها جامعة وهلا. لا ده احنا بالليل دلوقتي ولازم ننام. شاورما لحم يجي فنان. طب. تمام. بص هسألك سؤال غريب قوي. مرني. في ترابيزة فيها ولد وبنت قاعدين بياكلوا حاجة، تمام. حسيته حاجة حلوة قوي. بياكلوا ايه؟ خلينا نفضل على الطاولة. ماشي وانت تقول لنا. ماشي. شكرا. انا سالت الراجل لما الناس دي بتاكل ايه، قال لي بياكلوا طبق شاورما عادي بس متقطع شرايح ومع عيش. فانا بدل ما اعمل كده انا هجيب عادي وجبه شاورما عربي في ساندوتش ملفوف. انا بقى محتار ما بين يا شاورما عربي لحمه ولا شاورما عربي دجاج. بس هو شكلي ان الشاورما هنا عامه توب يعني، فانا هطلب ميكس ده وده، ومش هجيبها دبل، هجيبها عادي عشان احنا بالليل وهننام. وبكره بقى عايزين نبقى نجرب حاجات تانية مختلفه. عايزين نبقى هيلثي يعني، شاورما بكره بس رايحين مش دبل الجيم يعني. احنا بكره رايحين الجيم. بالظبط. انت المكان ده بقى عرفته ازاي؟ المكان ده يا باشا كان عندي مشكله في الامارات اول ما جيت، ان انا مش بلاقي كلام بقى ناس متجوزين بقى مش بلاقي فراخ او بانيه كويس يا زي مصر يعني. فاهم. تلاقي بقى زفره بقى وبتاع. المدام ربنا يخليها سالت على جروب كده تبع بنات يعني في الامارات، هوانم الامارات، هوانم الامارات، ليديز الامارات. فقالوا لها هنا، فانت كنت بتتعامل معاه ان هو جزاره اصلا. بتعامل معاه ان هو جزاره، لحمه بقى وفراخ ملحمه. بس فقلت بقى اجرب الاكل بتاعه طالما ان الحاجه بتاعته نظيفه يعني، اللحمه والحاجات دي نظيفه. الفراخ طلعت حلو. بس هنجرب دلوقتي بقى. هو الاكل جاي اهو. ثانك يو. شكرا جدا. طحينة سبايسي. شكرا. شدوه يا عم انا عارف. انا مولود هنا يا ابني. هو مثلا الاكل يعني شكله اوف يعني، ودي طحينه سبايسي بقى وتوميه حلو فشخ، حابب تجربها. كله هنا. طب هو بينزل حاجه كده دايما في العادي ولا عشان احنا بنصور؟ لا هو ده الطبيعي بتاعه. ايه الجمله الفود بلوجر قوي اللي انا قلتها دي؟
معاه دلوقتي الراجل هو المسؤول عن الصاله عامه او عن الناس اللي بتاكل بره. جه لنا الاكل عجبكم؟ قلنا له قال لنا ممكن توريني المحتوى، ففتحت له البيج وكده، فقال لي انا كمان بعمل محتوى. قلت له بتعمل ايه؟ قال لي بعمل ميم. قلت له ايه؟ قال لي ميم. قلت له بتعمل ميمز؟ قال لي بعمل ميمز. وفتح لي بيج بتاعت الميمز بتاعته فيها 500,000 تقريبا على انستجرام، وقال لي ان هو كان عنده بيج تانية على الفيسبوك فيها 7 مليون بس اتقفلت. واو. قلت له ان انا كمان كنت بعمل ميمز وانا صغير. خلي بالك الناس اللي في المطعم دي متميزين في كل حاجه. فانا عمال بلاقي صدف النهارده ايوه صح. جميله. عشان تاكل وتتكيف، يعني تاكل ونديك ميمز تضحك عليها. خد ميمز وكل خد اكل جميل. كل حاجه. رواب الشام تحفه بيرفكت. اتبسطت قوي بالراجل، بالاكل، بالتوميه والتوميه السبايسي والطحينه والصوصات اللي كانت محطوطه كتير دي. بحب الصوصات. 10 اوت اوف 10 توتالي وود ريكومند اي حد قاعد هنا ان هو ياكل من رواب الشام. صباح الخير يا جماعه، صباح الامل والطاقه والنشاط والحيويه. احنا رايحين الجيم. انا عارف ان انا كنت دايما بتريق على الناس اللي بتروح الجيم في السفريات، بس يلا بقى احنا في دبي دبي لازم جيم وبول. لازم جيم وبول وكده يعني. لايف ستايل يا مان. يس صلت الرياضه. يلا خلاص نروح. صورنا شطات حلوه. كفايه كده. انا مش عارف هعمل ايه النهارده يعني عامه، بس ممكن اجري شويه بس. مونتاج الجيم ده اللي فات ده انا ما عملتوش بجد يعني. انا لسه ما بداتش اصلا. كمان اتمرنت بجد، اعتقد باين على وشي. انا ما عملتش حاجه قوي يعني، انا كنت بس بتمشى انكلاين على البتاع دي، بس الموضوع صعب يعني. كنت دايما بشوف الناس بتتمشى عليها بقول ايه ده، هم ما بيجروش ليه؟ هو الموضوع اكيد سهل بس ما طلعش سهل خالص. عجمي. ايوه يابا. يا جماعه عشان في حاجه لسه بتكلم فيها من شويه، ان انا كنت بتمرن زمان بعد كده بطلت شويه بعد كده رجعت اتمرن تاني دلوقتي. شفت ان في حاجات كتير قوي اتغيرت. شفت حاجه مثلا زي ان الجري طلع مش بيخسس. يعني ايه الجري طلع مش بيخسس؟ يقول لك عشان تخس ما تجريش، تمشى واعمل التريد ميل انكلاين. يعني يقول لك مثلا الشوفان طلع مضر. يعني ايه الشوفان طلع مضر؟ فانا مش فاهم يعني هل دي حاجات جديده بتكتشفوها ولا دي ترندات رياضه مثلا بتتغير دلوقتي او بتطلع حاجه جديده كل فتره؟ انا بالنسبه لي الحاجات دي المفروض ثوابت، يعني الناس كلها بتتمرن من زمان كده وعمرها ما اتغيرت. بيقول لك الميه مضره، مايكرو بلاستكس، وفيها كلكم شربتوا ميه من كيلو. كنت بتشرب ميه غلط. بشرب ميه بالكيلو. ممكن حد مثلا النت قطع عنده في 2017 يفضل بقى ياكل شوفان لحد ما يموت يعني ولا ايه؟ احنا كنا ناويين نروح جلوبال فيليج بس لقينا كل ده طابور لسه من قبل ما نخش حتى، ولسه جوه زحمه، فللاسف احنا جايين برضو في وقت زحمه. النهارده النهارده العيد الوطني، فالناس كلها بقى بتخرج وكده فالدنيا زحمه. احنا دلوقتي رايحين الاولد فيليج بتاع دبي بدل الجلوبال فيليج عشان جلوبال فيليج زحمه. اوف ده جي كلاس. احنا وصلنا السيف. اوه اديني بقى في المباني القديمه. الله ايوه بقى الاولد فيليج. المكان واخد ريتنج 4.6. Dubai Old City is truly fascinating place that captured the heart and the soul of the city's history. جامد. يلا بينا. اهلا بيكم في الاولد فيليج. احنا لقينا جلوبال فيليج زحمه فقلنا نيجي الاولد فيليج، فرقتش جلوبال من اولد. احنا هنا جايين نحتفل بعيد الاتحاد. اجواء لذيذه، مكان شكله فينتج، مباني قديمه، تحس ان انت في المعز كده، محلات كده ومباني قديمه وبتاع. يلا بينا. هذا هو ذوقي. مثلا عايز ده يبقى هدفي في اي بلد اروحها. جيب التيشيرت اللي هو البيزك اللي مكتوب عليه اي لاف اسم البلد اللي انا فيها. تعال نسال عليه بكام. هلو how much is the Habibi come to Dubai t-shirt? Which one? 45 dirham. Do you mind if we vlog? 45 is too much.
But the Make me a discount. but quality is different. Yeah, I will make you discount, no problem. But quality is different. I'm gonna buy this with 20 dirham. 20 very less price. If you want, how many pieces? One piece. Just for me. Okay, give you 35. 20. 20 is good. You don't want to make me happy. Can we do 25? Where from? Egypt. Okay? But I'll take the white. اصورك وانت بتغير؟ لا. ايه؟ جامد؟ انت خلاص انت رسميا بقت خلاص بقى انا من هنا مش الطاقية. بالظبط طاقية تطلع ترقص معاهم والله تبقى جامدة فشخ. طب دلوقتي انا محتار مش عارف اجيب ايه. شكلها حلو قوي دي بس بيزك قوي. على فكرة شكلها حلو دي بس بجد؟ محتاجة تكون رمادي بس مش ذهبي. في رمادي بس لا برج العرب دي حلوه. قشطة بس حاسة قديمة شوية. عجباني. شاي كرك 2 درهم من اولد فيليج يعني شاي اصيل. ده فشيخ. سو جود. ثانك يو. بس انا بشرب شاي كرك يعني. لا هنا الشاي الكرك ده ما يعلى عليه يعني. يعني هنا ولا جامد. تقول لي بقى كرك بوي ولا كرك بوي كرك فكك اقسم بالله طعمه فاجر. جامد وريني كده. ما فيهوش الحته اللي بتضايق بتاعت القرنفل يعني. في الطعم بس على خفيف. لا شاي الكرك في الامارات 10 اوت اوف 10. ده ريفيو كده يعني غير مخطط ليه اصلا. اه انا كنت هوديك لمكان جامد في الموضوع الكرك ده بيحط بجد؟ بقى زعفران بقى ما هو ده فيه زعفران قعدت بتاع هو ما اسموش زعفران تقريبا اسمه حاجه ثانيه. والله بجد والله ايوه يا عم هو اسمه زعفران اهو سافرو. انا مش عارف هل دي بير مثلا ولا دي نافوره ولا ده ايه. ممنوع الشرب. مين مجنون هيشرب؟ المكان ده يا جماعه كان ميناء قبل بقى المباني الكبيره والحاجات دي كلها. كانت الحته دي بقى ميناء بقى بيعملوا فيه تريدنج وحاجات كده. في اي معلومات تانية؟ في ان التاورز دي الابراج دي نظام تبريد طبيعي قبل اختراع التكييف. وان الحي ده اتاسس في اواخر القرن ال19 على يد تجار قدموا من منطقه بيستك في ايران. خلال تطوير دبي في الثمانينات تم هدم نصف الحي تقريبا. لاحقا اطلقت حمله انقاذ ما تبقى ونجحت في ايقاف الهدم. في 2005 بدات عمليه ترميم شامله اعادت للمكان اصالته. وفعلا في مباني كتير قوي معمول لها ترميم. في هنا بقى متاحف زي في بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، بيت تاريخي يعرض صورا وثائقيه لحد دبي القديمه. في الاسواق التقليديه زي اللي احنا جبنا منها الحاجات دي. بس دي يعني حته من اقدم الحتت في دبي اللي ممكن تشوف فيها المكان ده كان عامل ازاي زمان. بيرخم عليه بحر الايس كريم بس مش هدول. اداهولي. مش عارف ليه بس هي تقريبا هتبقى حاجه كل ما اروح بلد هخش سيركل كي بتاعها. عندهم الهوت دوج. الهوت دوج بتاع سيركل كي ده فشيخ. والله؟ والله. برفيومز العاب. يعني انت داخل سيركل كاش تجيب برفيوم شباسي. جناحة شيكاغو الحارة ده شكله حلو. بولدك يوتوبوكي. عايزين نعرف الهوت دوج بكام. في ريدي كوك ميلز يعني غالية شوية او ممكن بتمنها تجيب اكل يعني 20 عادي. درهم. ايه؟ 20 درهم مش غالية. مش غالية؟ مش عارف اي حاجة من دول غير ريد بول. بس الحاجات دي شكلها كول قوي. فروت جوس كوكتيل ده عندنا في مصر. لا ده مش عندنا كيس شبهه قوي. بس ايه ده مقاطع اصلا كوكيز 6 درهم. How much is the hot dog? Okay, thank you. ايه؟ فيش هوت دوج خلص. How much is it? شفت هوت دوج مع عصير برتقال ب 15 درهم. ايكيا على فكرة فيه هوت دوج حلو. ساندوتش واحده ب 11 درهم. عامة كونسبت الهوت دوج ده بتاع سيركل كده فشيخ يعني. لما تبقى عايز تاكل حاجة كده حاجة كده سريعة. دبي اولد فيليج جود كالتشرال بليس. هديله فاينل ريتنج 8 من 10. عندنا خلاص. احنا دلوقتي في بنش ريستورانت اند كافيه عشان عجمي اللي يحب المكان هنا يعني مكان ريكومندد منه. مكان واخد ريتنج 4.7 ده ريتنج عالي قوي يعني. ده ممكن يكون من اعلى الحاجات اللي شفتها هنا يعني. انجела بتقول we loved our experience at this wonderful restaurant. The staff were very
receptive and friendly an absolute gem for true food lovers. The meat dishes are simply outstanding, juicy, perfect, cooked and bursting with flavor. ايه ده؟ لا انا كده حاسس ان انا عايز اقوم اغير الاوردر. حاسس ان انا ممكن اطلب حاجه اصعب شويه من باتر تشيكن. في برايفت يوزر بيقول we dined at bench restaurant, the area is nice but it's not easy to find parking. ده حقيقي الباركينج هنا زحمه. ماشي انا متحمس عامه. انا طلبت باتر تشيكن، عجمي طلب بارميجان تشيكن، وهنستنى بقى نشوف ايه الدنيا. قول لي بقى مستر عجمي اشمعنى المكان ده؟ يعني توقعت ان احنا نروح كيزن رينز، ريزين كينز، وينج ستوب، حاجات فايف جا، الحاجات بقى الناس بتيجي دبي عشانها دي. ايوه بس اشمعنى بقى؟ مش لازم كل مره او بنش، مش لازم كل مره نروح مكان مشهور زي كيزن رينز. صح. او بس المكان ده انا لما كنت قاعد هنا كنت بنزل بقى كل فتره اشرب لي كوبايه شاي، اكل ديزرت من هنا، افطر، اتغدى. فدي كانت السبوتايه بقى، دي كانت الحته اللي بتقويك يعني. تنزل هنا مع صحابك في الشغل ولا لوحدك؟ يعني انا عرفت ان المكان ده عن طريق صحابي في الشغل يعني. بس فهندوق ونشوف دلوقتي هل لسه ستيل حافظ على مستواه ولا اتغير. انا بقالي كتير ما جيتش هنا يعني، مثلا حوالي سنتين. بقالي 5 سنين ما جيتش هنا. بقالي حوالي 7 شهور مثلا ما جيتش هنا، فممكن نشوف بقى. ماشي كويس برضو ان احنا بنشوف دبي من عين شخص قاعد فيها، مش من عين شخص واحد زي يعني تورست جاي عايز يدوق كيزن رينز مجرد تورست يعني. بالظبط يعني. لا احنا بنروح للسكان الاصليين. كريمي باتري. حلوه. دي مش بارميجان اصلا. امال على ايه؟ بطانيه. مش عارف ايه ده الصراحه، بس تقريبا دي تقريبا مقليه، فاكرها جريلد. حلوه يعني. الواحد جعان فشخ، اي حاجه بس اي حاجه. حلوه ولا وحشه؟ 6 مثلا بصراحه. او يعني حاسس ان انا ما لحقتش اقيم الفراخ برضو، كنت مستعجل عشان عجمي كان بيصورني وعايزني انجز عشان ياكل عشان هو جعان. هي حلوه مش وحشه، بس لما اكلتها تاني حسيت ان هو لا هي عاديه قوي، عاديه يعني. لا في باتر تشيكن احلى من كده بكتير، شكل بتعملها احسن من كده. فالاكل هنا بصراحه مش قد كده مقارنه كمان بكل الحاجات اللي انا باكلها في دبي يعني. لا انا الاكل هنا احلى من ده بكتير. فاختيار غير موفق من عجمي. معلش اصل كنت جعان بقى. كنت جعان واقرب حاجه لقيتها على الGPS. ايوه مش كده، بس ان هي ملهاش طعم، الجبنه ملهاش طعم. دي مش بارميزان دي، ولا فراخ ليها طعم. انا مش فاهم ازاي كل ده ملوش طعم ازاي. انا بصراحه مستغرب. مستواه قل على فكره. طب الصوص ده ايه؟ باربيكيو. دي الحاجه الوحيده اللي ليها طعم. باربيكيو حلو. لقيتنا كنا رحنا السوري، كنا زماننا بنتمرمغ في التوميه دلوقتي. او بنش اديله ريتنج 4 اوت اوف 10. الاكل عامه حلو مش وحش، بس مش از اكسبكتد. في هنا شباب بتلعب طايره، نروح نتفرج عليهم. كلهم بروفيشنال. احنا رايحين فين دلوقتي؟ رايحين تصدق نسيت اسم سوبر ماركت؟ سوبر ماركت يعني. سوبر ماركت بس مش فاكر اسمه، كان اسمه زون باين حاجه زي كده. هلو يا شباب عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هنخش نجيب حاجه من السوبر ماركت، فقلنا مايت از ويل نصور كونتنت. احنا خلاص بقينا مجانين كونتنت، انا ماشي اصور كل حاجه يعني، خلاص اتجننت. السوبر ماركت اسمه سيفست واي، واخد ريتنج 4. الناس بتقول ان هو هيبقى حد جامد قوي لو كاتب ان this supermarket is the safest way. Safest way market is fantastic, good supermarket, nice products. Honestly, I really like this restaurant, especially the chicken تاكو. ده بيعمل اكل انا ما عنديش فكره، ما جربتش. ماشي يلا بينا. يلا بينا. ايه ده؟ بص في واحد مصور بيقول I'm very much disappointed with the behavior of the staff in fish and chicken stalls. يعني في ناس بتقول حلو في ناس بتقول وحش. ندخل نشوف. دبي شوكليت. عجمي بيقول لنا فينزي ده جامد. اسمه فينز. فينز؟ ما انا قلت فينز. قلت فينزي. بص هو ده هانتر اللي قصدي عليه، بس هو يعني الشكل ده ما فيهوش منه الترافل مشروم. في واحد بالترافل اهو، بس ده ماستر انا ما اعرفوش او ما جربتوش يعني. بص ده حلو ده بطعم ايه وده طعم ايه؟ ما اعرفش. بومباي مسالة دي ما عنديش فكره. اظن ده فلفل حلو. فلفل حلو. لا انا عايز مسالة. انت عارف المسالة؟ جبتها قبل كده يعني؟ لا مش عايز فلفل حلو، فانا هجرب ده. طيب ماشي. ولا نجرب هوت سراتشا؟ انا ما اعرفش ايه القطعه الجديده دي. الشكل ده سكسي، جرب ده. حلو على فكره، حلو. ماشي. بطاطس عمان. اديني بقى بطاطس عمان. هات بطاطس عمان. ايوه انا كان نفسي ادوق بتاع ده واعرف طعمه ايه من هات زمان. صغير طيب عشان الكبير ده كتير يعني. خليه معانا عادي. عصير
برتقان طبعا زي ما هو مكتوب كده بالصيني وواضح. تمام. واضح جدا. الاكوزاي افغانستاني باين او باكستاني مش مقاطعه. دي زي في كولا كده عندنا. بديل السم. كت الاماراتي متنوع جدا. كان هنا في تحس شويه ان في حاجات من كل الجنسيات. يعني في نودلز اللي هي اللي انا كنت بشوفها في بالي. في بالك. مفيش دماغي حاجه دلوقتي غير سناكس عاديه يعني. جاتن سبورت 7 درهم والميلكا 7 درهم ده يعني قد ايه؟ حوالي 100 جنيه مثلا، ودي برضو قريبه من السعر. مصر بدات تصنعها وتصدرها للعالم. اظن دي ميلكا؟ مصريه. اظن متصنعه في مصر يعني. ما علينا. طب ايه تاني؟ ولا كفايه الشيبسي ده؟ ماشي احنا ما لقيناش حاجات هنا كتير قوي يعني، او مش عارف ما لقيتش حاجه عايزه حاسس ان انا اشتريها يعني، فاحتمال نروح سوبر ماركت تاني، احتمال لا يعني مش عارف. على حسب مزاج عجمي. بالظبط. دلوقتي هجرب اخيرا، بس انا عايز اجربه من زمان قوي. انت بتحبطني معرفش ليه. معاه والله انت بتحبطني، وريني كده وقول لي مع شيبسي عادي. فلفل حلو يعني، بس طعمه حلو. والله عادي. انت كده بتغلط في الثوابت، بتكسر الثوابت كده. بقطع بطاقتي، بقطع باسبوري. ماشي هو حلو، بس شغال. مشكلتي ان انا ما بحبش الفلفل الحلو. طب شوف التيفاني، شوف الفينز. خلي بالك بقى. تحسه بيهت كده، تحس بيهت كده وبخليك بص هو عادي في بصراحة. مزازه كده. مش وحش بس عادي. امال عمال تديني تعابير ان انت مستمتع ومتمزج ليه؟ وانا عمال اعوم على عومك. طب يا عم ما وحش. تقول. عادي. اتس اورايت. بقيت عامل زي الواد ده. عادي. لا والله حلو حلو، بس حاسس ان في احلى. ايه بقى الاحلى؟ لا في مصر شيبسيات فجرة. انا اخر مره نزلت لقيت حاجات كده غريبه. شيبسي بالبتر جمبري بتر فلاي. مصر تطورت في الشيبسي. لا مصر فيها اطعم كتير فشخ الصراحه عن هنا. والهوت سراتشا مثلا، دوق الهوت سراتشا بتاع سبادز مثلا. طب ادي تقييم طاس عمان 7 7 ماشي 6 مثلا. فينز قشطه. الساعة 12 واحنا قررنا ننزل من البيت نروح وينج ستوب عشان انا نفسي في وينجز. احنا في شوارع دبي دلوقتي رايحين ناكل، بس قبل ما ناكل هنعمل حاجة كده تفرهدنا شوية. هنعمل حاجه مجنونه. لا مش حاجة مجنونة يعني. حاجة عادية يعني. ماشي يا جدعان، احنا هنركب سكوتر. حاسس ان انا من شباب الزمالك. ابقى من شباب الزمالك برضو هنا ولا ابقى من ايه؟ في هنا زي الزمالك. الزمالك دي فيش هنا شباب حاجه يا شباب. شباب جميرة. هنا شباب الجي بي ار. حاسس ان انا ابقى من شباب الجي بي ار. تصور السكوتر ولا كأنك بتصور لامبورجيني. السكوتر متساب كده عادي في الشارع، مفيش سلكة رابطة او حاجة. ايه؟ ممكن تحطه في بالك هنا اظن. طب يعني مش هنعرف نصور؟ جرب بس هتقع. انا ما بعرفش، بس انا مش بعرف اسوق. اعمل لك سكان. اعمل لي سكان. في 60 مينت باس. ايه؟ يعني عليه يعني بيديني الامكانيه ان انا اجر 60 دقيقه 60 دقيقه بنص الثمن. تعالى نيجي يلا. تعالى يا بابا بس. لازم تديها زقه الاول وبعد كده تدوس على الزرار. تديها زقه الاول. طب تعالى، طيب تعالى خش هنا كده، انزل تحت هنتحرك هناك بقى. انت مش جاي معايا؟ طبعا هو بيدور عليا دلوقتي، بس هو بيدور عليا في المكان الغلط يعني. يا ابني انت نزلت يا ابني من هنا مش من هنا. انا قلت انت تهت وانا مش معايا موبايل. خلاص بقى عيش هنا بقى خلاص. هقعد اشحن بالسكوتر. اهل دبي اهل الامارات. زهقت؟ لا دي معانا ساعه كامله. طب اركب يلا. طب ما خلينا اركب وامسك فيا انت. لا عشان هي ليها ميكانيزم كده معين. يا ابني خد يا ابني. طب هات اخدها لفه. طيب عمو هات لفه يا عمو. هي دي الحاجات اللي بتعملها انا بعملها لسه انت قاعد لوحدك؟ بعد ما اخلص شغل. بس يلا تعالى بس كده اركب ورايا. هتقع شكلك. يلا يا عم. امسك من وسطك. لا انا هضحك كده. انا بس مشكلتي ان انا بصور وعايز اركب انا وانت، فانا هقفل الكاميرا يا جدعان احنا عملناها اهو. شكلنا عبيط وهنتقلب دلوقتي قلبه. باين اي حاجه طيب من عشان احنا كده شكلنا ايه اكننا
متشعلقين في الميكروباص. كويس ان انا اللي انا عامله ده اصلا. ايه ده؟ مش معنى السكوتر بتاعهم فيه اغاني؟ ما ده بقى تلاقيه بريميوم سبسكريبشن. بجد؟ لا بهزر، تلاقي الحاجات بتاعتهم اساسا. ايه؟ السكوتر بتاعهم ممكن يكون السكوتر بتاعهم. طب يا جدعان في معلومه غريبه قوي دلوقتي، في رادار للسكوتر وعليه ساد فيس، زعلان مننا. هو لا مش ظهر، بص هو الوش ده انا هنلفله. هو الرادار اهو، بس بس هنلفله دلوقتي ونوريكم. هو دلوقتي مبسوط. احنا دلوقتي دلوقتي ايه؟ احنا دلوقتي جود سيتيزن. هو دلوقتي مقفول اصلا عشان حد يقرب بقى. بص دلوقتي زعلان. سرعتنا 17. متضايق وزعلان. خلدون زعلان. هجرب اجري قدامه على رجلي، هنشوف هيقول ايه. انا سرعتي 16 كيلومتر في الساعه. ده انت بولت. هو بول سرعته كام؟ 20 اظن. يعني حاسس اعلى يعني. اعلى بكتير يعني. طب هو سيبنا، بيلقط اي بني ادم يعني؟ انا هعمل التشالنج ده. انا بيلقط اي بني ادم بيتحرك؟ اي اوبجكت. يلا يا وحش. اكيد ما لقطش الجاريه دي 19 يعني. هو معلق، هو شايف حاجه تانية اصلا. لقطكش، لقط العجله اللي جنبك. اجري تاني يلا. 18. انت قربت من بولت يعني. ممكن اخش الاولمبيات. قررنا نروح الجي بي ار، مش هنعرف نروح مع بعض، فهنأنلوك واحد تاني بس اشوفكم في الجي بي ار. جابر مش عايز اروح، عايز افضل قاعد هنا، عايز افضل هربان من مسؤوليات، من الشغل. مش عارف انا ليه قلبت انا كده، بس انا مبسوط وعايز افضل كده مبسوط. بس الحياه عامه، الحياه مش كلها انبساط. عادي بنشتغل سنه عشان نيجي نتبسط هنا اسبوع. الحياه ماشي. انا ثبت الموبايل في السكوتر، فانتوا هيبقى عندكم البي او في ده دلوقتي لحد ما اوصل. شمال ماشي. احنا رايحين الجي بي ار، مش عارف ليه هنروح هنا. هو احنا ليه رايحين الجي بي ار؟ مش فاهم. مكان نتمشى فيه بس. مكان جامد. نتمشى فيه. انت عادي بقى عمال تعمل صوت كده غريب. لف بقى يمين كده على مهلك بس. احنا دلوقتي معديين من فوق الكوبري. جو حلو فشخ. في عربيه فراري حمراء، استنى اقف اصورها. احنا كنا بنتمشى بس يعني عادي، دخلنا ريكسوس يعني مش حاجه يعني عادي. اخرج بقى عشان عشان بتعب بسهوله يعني. يا نهار اسود. ده كيوت قوي. على فكره الحاجات دي في منها في دبي هيلز مول، في ستور اسمه ايس، جامده فشخ، منها كتير جدا. يا نهار اسود، ده في جوه بابا نويل صغير بيرقص. تعالى اوديهولك. لا مش هشوف حاجه تاني خلاص، كفايه كده. هنفضل ماشيين كده لحد امتى؟ خلاص يعني. خلاص احنا كده خلاص. دبي جميله وكل حاجه ومبسوط، بس عرفنا. بس عايزين نقعد بقى يعني. في هنا تشيز كيك فاكتور. يلا. هو انت عكس اعكاس، انا قايل لك عايز وينج ستوب. طب يلا بينا وينج ستوب. ماشي. او كيزن رينز ولا كيزن رينز هنا. انا عايز وينج ستوب بصراحه. طب يلا انا مش قادر اكل. طب يلا كيزن رينز. يو يا جماعه، باي باي غالبا مش عارف. احنا ماشيين في شارع مش عارف هو اسمه ايه. شارع الجي بي ار. شارع الجي بي ار بجد جميل يعني انا عايز اقف اتصور هنا. ممكن تصورني هنا؟ خلصنا تمشيه دلوقتي. احنا ما لفيناش كتير عشان معظم الحاجات قافله اصلا يعني. وانا اصلا لابس جزمه مش احسن حاجه في المشي، فهنروح دلوقتي نرجع نركب سكوتر عشان احنا سيبناه بره عشان كان اوت اوف زون، ونروح وينج ستوب بقى اخيرا. يا جماعه احنا بقالنا حبه بندور على وينج ستوب لحد ما حد قال لنا ان هو جوه الفندق ده. بعد كده دخلنا الريسبشن بتاع الفندق، قالوا لنا لا هو في الباركينج، هتنزلوا سلم كده وهتلاقوه. الموضوع غريب. ده مغامرات الديب ويب دي ولا ايه؟ ده الباركينج حرفيا. هناكل في الباركينج؟ اكيد مش في الباركينج يعني. يا اسطى ازاي تحت؟ مستحيل يبقى تحت. ما هو انا مش فاهم هو ليه قال لي ان هو يبقى تحت. انا خايف. مش هنا. تعالى راح فين؟ طب تعالى نجرب نطلع فوق كده. مكتوب فود هاب اهو. بص فود هاب. ممكن يكون هنا ده. هو ممكن يبقى كلاود كيتشن في الاخر. ممكن. لا يا عم بس وينج ستوب اهو. بص كلاود كيتشن. مستحيل. قلت لك نطلبه دليفري. ازاي يا اسطى؟ ده كان جايبين صور مطعم. محتاج عد كده. داين اخرنا فيه. طب دليفري يعني ولا؟ مفيش اي امل. حلك الوحيد ده اونلاين. واونلاين لحد الساعه كام؟ اونلاين معاك لحد الساعه 4 تهيألي. 3. هو في العادي اصلا لحد بنيجي ناكل هنا اصلا يعني. داين هنا موجود. طب ايه الكلام؟ قلت لك نطلبه دليفري. طب خلاص تمام شكرا. والله اتخانقت معاه عشان نطلبه دليفري. اصر نيجي. تسلم.
بس حاجه انت غريبه عمال تلففنا بالسكوترات انا عايز اعرف حاجه، قول لي على حاجه هنا تدل ان ده وينج ستوب، قول لي على حاجه واحده بس يا ابني. هو كلاود كيتشن اللي انا فهمته بقى من الراجل طلع مصري شرح لنا عشان تقعد تاكل هنا كده في مثلا 20 مطعم. اهو بص كلاود اهو. بالظبط. بس ده ما كانش باين في جوجل ريفيوز، وما كانش باين ان هو بيقفل جوجل- بدري كده. على فكره جوجل كان باين مطعم وجايبين وينج ستوب ومكان كبير يعني يعني مسليدنج فشخ. بقول لك انا هديله ريفيو 0 عشان هو مسليدنج. مسليدنج فشخ. ها طب انا جات لي فكره ان احنا نطلبه دليفري ونحط اللوكيشن هنا 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 على الحجر هنا، يجي هنا كده. ماشي يا جماعه، احنا قدام اهو كلاود كيتشن وعملنا الاوردر، حطينا اللوكيشن هنا، مستنيين بقى حد يجي ياخده من هنا ويجيبه لنا هنا. حاجه ياخده من جوه هنا يجيبه لنا هنا ويتمشى الحته دي ويجيبوا لنا هنا. طب ما نخش نقول له ان احنا هنعمل كده يمكن يدونا وخلاص. ما هو بقى طلبات هي اللي بتطلب اظن بتطلب من الكيتشن. انا شغال طلبات. هنروح دلوقتي نستلم الاوردر من الدليفري. اهو تعالى في دليفري ويتنج اريا اظن دي. هو جوه تقريبا، هو ده. يا وينج ستوب اوردر فروم طلبات. طلبات. انا ام توكينج تو طلبات. طلبات. كاش قول كاش مش كاش. كاش الراجل بتاع الطلبات دي قول له يروح بقى. مش عارف اقول له يعني، مش عارف هو دي حاجه تضايقه ولا حاجه تفرحه. حاجه تفرحه يا عم. صح. الاوردر اتعمل ببلاش يعني من غير اي مجهود. بيعمل له سكان. ثانكس ا لوت. ثانك يو. ثانك يو. I got money and hoes. money and hoes. انا الهوز. تعالى نطلع ناكله بره بقى عادي جدا في الدايننج اريا. ايوه صح. المحل كله مقفول بس احنا وهنقعد عادي جدا. عادي جدا. يا رب ما حدش يجي يمشينا بس. يا جماعه ريحته فجره، والله ريحته فجره. والله انا مش فاهم. انت اكلتني النهارده بينوس ده ولا بينو؟ انا اكلك بقى وينج ستوب. ايه ده ميه؟ عطشان بس مشينا كتير. ايوه بقى واحده بس. لا في واحده ثانيه. عيب بقى يا ابني، لما تيجي دبي هنا بكلمني انا اقول لك تاكل فين. ماشي تمام. المره الجايه هكلمك. ماشي. الجارليك اهي والاوريجينال. اوه لا مش الاوريجينال، الهوت. شكلها افجر بكتير. دول اول فرايز دي بتاع كاز اصلا غريبه، تكون معموله بكوتنج او حاجه بس هي عاديه. صوص جميل برضه. ابدا بايه؟ ابدا بدي. فجره عم مظبوط. فجره. سبايسي قوي ولا عادي؟ مش بس اصلا؟ طب ودي بقى. ودي انت. ما انا هودي دلوقتي. دول بقى الجارليك دي حلوه بس طعمها فيها خفيف كده، طعمها مش قوي، الجبنه مش كتير برضه، بس للامانه في مصر احلى. هو وينج ستوب في مصر اصلا؟ في مصر وينجز احلى. يعني وينجز بتاع التاب مثلا كصوص احلى، بس دي طعمها مختلف، دي الكريسب اللي حواليها دي مختلف، حلو كده خفيف. وينج ستوب فاينل ريتنج هو جامد. الوينج نفسها حلوه كريسبي كده بطريقه معينه من بره، خفيفه، ممكن يبقى شبه المكان اللي في اركان اللي جنب بوتشرز تقريبا اسمه بافلو وينجز اند وينجز، مش فاكر، بس مش كريسبي قوي كده عشان برضه ما بحبهاش تبقى ناشفه، هي اقل من كده. حلوه بس الصوص مش اجمد حاجه. في كلت حاجات وينجز اجمد من كده في مصر زي تاب مثلا، الوينجز بتاعته النيرو مثلا احلى كصوص، ومشكلته مثلا ممكن تكون ان هو صغير، الوينجز نفسها صغيره، فاكشلي ممكن اديله مثلا ريتنج 7 من 10. انا هديله ريتنج 8 من 10. عامة دي أول مرة آكل فيها وينجز. اليوم خلص الحمد لله، كان يوم حلو مليء بالفن والاكل والكونتنت. احنا اصلا كنا من ساعتين ناويين نروح ننام وخلاص مش هنعمل حاجه تاني، قررنا ننزل في اخر لحظه. لولا ان عجبي زن عليك ننزل. لولا ان عجبي زن عليا ننزل فعلا، عشان انا اتحديت وقلت له ان انا اكلت اكل وحش النهارده وبتاع ومش وان هو مش عارف مطاعم، فتحمس وقال لي يلا ننزل دلوقتي. بس فاليوم كان جميل. بكره المفروض اخر يوم، وبعد بكره هسافر، فهنام دلوقتي واشوفكم تاني بكره.